بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم معاكم دكتورة منور من قناة نيو مامي. النهاردة إن شاء الله موضوعنا مهم جدا، هنتكلم عن 5 فواكه مجففة غنية بفيتامين د. هو ده موضوعنا النهاردة بإذن الله. بس زي ما احنا متعودين يا جماعة نذكر الله، اذكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما تنسوناش دايما يا جماعه نصلح دعاءكم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، امين يا رب العالمين، وفرج كربنا وكربكم وارزقنا واياكم الخير كله، وانه ولي ذلك والقادر عليه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فيتامين د من الفيتامينات المهمه جدا جدا لجسمنا، ونقص فيتامين د في الجسم بيؤدي لآلام في العظم، بالذات في فصل الشتاء. كمان لما بيقل التعرض لأشعة الشمس. وممكن تساعد الفواكه المجففة الغنية بفيتامين د في النظام الغذائي اليومي على تعويض النقص ده. وبتشمل الفواكه الجافة الغنية بفيتامين د، هنذكرها كلها دلوقتي معانا. أول حاجة التين المجفف اللي بيحتوي على كمية جيدة جدا من فيتامين د. كمان هو مصدر جيد للألياف والمعادن، وممكن ان احنا نتناوله كوجبة خفيفة او نضيفه لحبوب الافطار او للسلطات. زي ما قلنا هو محتوى عالي جدا من الفايبرز او الألياف. كمان مفيد جدا جدا للأمعاء وللمعدة. كمان في محتوى عالي جدا من المعادن، وكمان بيحتوي على محتوى عالي جدا وكمية كويسة من فيتامين د. تاني حاجة معانا وهي التمر. التمر طبعا بيحتوي على كمية جيدة من فيتامين د. كمان هو مصدر جيد للطاقة، وممكن ان احنا نتناوله بمفرده او بنضيفه للحلويات او العصائر. طبعا ده بعيدا عن مرضى السكر. مرضى السكر المفروض ان هم يستشيروا الطبيب الاول. طبعا في كل حاجة المفروض اي حد عنده اي امراض مزمنة او تعبان المفروض ان هو يستشير الطبيب المعالج ليه. كمان الزبيب بيحتوي على نسبة مناسبة من فيتامين د. كمان هو مصدر جيد للألياف والسكريات الطبيعية. ممكن ان احنا نضيفه للزبادي او دقيق الشوفان او المخبوزات، من الحاجات الجميلة جدا اللي بتحتوي برضو على كمية جيدة من فيتامين د. كمان المشمش المجفف والقراصية بيحتويان طبعا على كمية جيدة من فيتامين د. كمان هما مصدر جيد للألياف والمعادن التانية. و ممكن زي ما قلنا ان احنا ناكلهم بمفردهم او عن طريق ان احنا نخلطهم مع اطباق مختلفة، من الحاجات الجميلة جدا. وبشكل عام طبعا ممكن ان احنا نتناول الفاكهة المجففة الغنية بفيتامين د كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن عشان نعوض النقص في فيتامين د. يمكن اغلبنا يا جماعة عنده نقص في فيتامين د. وطبعا زي ما احنا متعودين دايما في القناة فقط لرفع الوعي الصحي، لكن المفروض ان احنا نستشير الطبيب المعالج لينا والمشرف على التغذية بتاعتنا، ايه اللي احنا ممكن ناخده او ايه اللي احنا ما ناخدوش او نستغنى عنه، وايه المناسب لصحتنا او لا. يا رب باذن الله الفيديو يكون مفيد لكم النهارده. ما تنسونيش دايما من دعواتكم، وانا في امس الحاجه الدعاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج كربنا وكربكم، وارزقنا واياكم الخير كله، وانه ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.